بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة احنا دلوقتي في الفجر، وانا كنت قاعدة مستنية ان شاء الله عشان اصلي الفجر، وقلت يعني ابص بصة كده على اليوتيوب. آه لقيت موضوع خاص بواحد اسمه يوري ماركيدي. يوري ماركيدي ده لبناني، مفروض ان هو غنى اغنية عربي انا اخشيني ويلك اذا احببتني. هي دي الاغنية الوحيدة اللي اعرفها عنه. كان طالع مع مذيعة كده، أنا مش قادرة افتكر اسمها. هو واحدة تانية بعد كده قال ان دي هو ومراته. ده اللي بيحط السم في العسل للناس، بالظبط كده. اللي هو بيتقال عليه مثل اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بيتكلم عن الغلط انه صح، وبيتكلم عن العيب انه حلو، وبيتكلم عن الراجل اللي مش راجل انه راجل، وبيتكلم على الغلط انه هو ده مفيش غيره. يوري ماركدي قال بلسانه نفسه ان هو كان مسيحي، والست بتاعته من الدروز، يعني مسلمة من القسم ده. فطبعا احنا عارفين ان اي واحدة ست مسلمة ممنوع منعا باتا انها تتجوز اي ديانة غير المسلم. ده اللي معروف الف ب الدين الاسلامي بتاعنا. هو بقى بيقول ايه؟ انا ما بعترفش بالاديان خالص، انا بعترف في ربنا بس انا ما بعترفش بالاديان، وبعتبر ان الدين ده بيبعدنا عن ربنا مش بيقربنا منه. امال ايه يا حبيبي اللي بيقربك منه؟ اسم الاتين وحبة. ايه اللي بيقربك منه بالظبط؟ انك تعيش من غير اي دين، انك تعيش من غير اي قواعد ولا اي اساسيات وتعمل اللي انت بتعمله. او ده مجتمع بني ادمين؟ ده مش مجتمع بني ادمين. مجتمع البني ادمين هو اللي كل حاجة بتحكمه بشرع ودين وقانون وكل حاجة. يبقى ازاي كمان؟ ما شاء الله عليه، يعني فعلا سم في العسل. بيقول لك ان هو قعد مع مراته قبل ما يتجوزوا فترة طويلة، مرة 5 مرة 10، مش عارف يعني بالظبط الرقم كام، كلها بلوى سودا وخلاص. احنا بالنسبة لنا ان لما اتنين بيبقوا عايشين مع بعض من غير جواز اسمها زنا. هما بالنسبة لهم اسمها بيجربوا بعض من غير ديانة ولا حاجة. ما هم خلاص هما الاتنين مش عاجبهم الديانات بتاعتهم، فجوزوا جواز مدني بعد 5 أو 10 سنين بيجربوا فيها بعض، لأن مفروض الراجل والست يجربوا بعض، لو ارتاحوا يبقوا يتجوزوا. فما ارتاحوا واتجوزوا بعد كده يا اسم الله. وعنده بيفتخر جدا ان هو عنده بنته الكبيرة عايشة في كندا، وعاملة المساكنة دي مع واحد هناك، وعايشين مع بعض كده. طب ماشي. في حاجة عندنا اسمها إذا بليتم فاستتروا، يعني ما نجيبش الطينة على دماغنا ونقول لا ده كده اللي احنا بنعمله ده صح. انت عايز تعمل اللي تعمله، تنيل اللي تنيله، تروح في اللي انت عايز تروحه براحتك. لكن أفكارك اللي هي تعتبر شاذة وملهاش أي 60 معنى ما تنشرهاش بين الناس وبين الشباب. هيجي الشباب بعد كده يستسهلوا اي حاجة في الدنيا، ما هيبقوا فاكرينك انك انت قدوة. فيعني انا مش عارفة انت ربنا بلاك بينا ليه وطلعت في برنامج وقلت الحاجات دي، وانت اصلا يعني ما حدش كان فاكرك اصلا خالص. يعني انا متهيالي الاغنية بتاعتك دي ممكن ما نلاقيهاش في اليوتيوب اصلا.
ويعني لا كان صوت ولا كان اي حاجة، بس اهي نزلت وقتها وخدت وقتها ومشيت وخلاص. محدش سمع عنك اغاني تانية. يمكن في لبنان بيسمعوها معرفش، لكن عندنا هتسأل اي حد اذا عرفك هيقول لا معرفش غير الاغنية دي. فنتقي ربنا شوية في تصريحاتنا، وبلاش نجهر بالمعاصي ونتكلم كلام ملوش اي معنى. يعني صراحة حاجة تحرق الدم وحاجة تقرف بستين قرف. والله العظيم الواحد كان نفسيته مرتاحة، يعني اتقرف، والله العظيم اتقرف. وكلام يعني ما يسمعوا الشباب ولا يسمعوا آه، عيال مش متدينة كويس يقول لك طب ما هو، ما انا بقى ايه، ولو المجتمع الاوروبي والحاجات دي والامريكي بيعيشوا كده، انا بشوفهم ان هم بيتجوزوا بيخلفوا اولاد وكلام من ده. لكن لو في حد كده مش لازم نقلده. ما احنا ما بنروحش عند الحاجة الوحشة ونقلدها ونقول ما في غيرنا بيعملها، ما دي مصيبة دي لوحدها. بس فهو كان برنامجه زيرو 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 بيج زيرو. يعني الواحد مش عارف يقول ايه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وربنا موجود وقادر يعدل المايل. وأشكركم على حسن استماعكم، واسمعوا الكلام كويس يا جماعة، واعرفوا ان اللي باقي مش قد اللي راح. حتى في يعني القيامة انا حاسة انها قربت، او في حاجات كتير بتظهر بتدل على كده. في النهاية اشكركم، ما تنسوش تدعموني ولايك وشير، وانا هدعي بصلاحنا كلنا يا رب، وربنا يكفينا شر اي حاجة مش كويسة. امين يا رب. لايك وشير واشتراك في القناة. سلام عليكم ورحمة الله.